ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل بقى الفطيره التحفه اللي انتوا شايفينها دي. هنعملها بميكس جبن، حاجه كده سريعه بسيطه لجوع اخر الليل. هتعجبكم جدا وبمكونات يعني قليله، وفي نفس الوقت الطعم بقى ولا احلى ولا اطعم من هاكا وذاكا. ولازم اقطعها واوريكم عامله ازاي من جوه. استنوا هتشوفوا دلوقتي الجمال والحلاوه. بصوا بقى، بصوا الجمال والحلاوه. بصوا هشة جدا وفلافي كده وخفيفة، حاجة كده واو. استنوا بصوا بقى، بصوا طرية ازاي، بصوا. ولو ما تعرفوا مكوناتها مش هتبطلوا تعملوها. وممكن تحطوا لها اي اضافات انتوا حابين تحطوها، هتحطوها لها وهتطلع لذيذة، والله لذيذة. هنقطعها كده واوريكم بقى الجماليات والحلويات من جوه هشة وتحفة ازاي. استنوا بس، استنوا خليكم مستنيين اهو. بصوا بقى الجمال، بصوا حاجة كده تعملوها في ثواني وفي نفس الوقت تكون لذيذة ومكوناتها قليلة ومش كتيرة ومش مكلفة خالص. بصوا عايزة بس اوريكم المطة بتاعت الجبن اللي فيها. بصوا بصوا جمالها. انا كنت بصور نفسي طبعا مش عارفة امسك الكاميرا. بس تعالوا بقى اقول لكم المكونات. اول حاجة معانا في المكونات يا ولاد يا ولاد، معنا نص كوبايه بس من الدقيق. النص كوبايه من الدقيق دي عملت الفطيرتين اللي انتوا شفتوهم دول. نص كوبايه من الحليب، وكوبايه ميكس جبن، اي نوع جبن، اي نوع جبن. بيضايه، ممكن تقللوا عن كده الجبنه يعني على راحتكم. هناخد معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعانا ديت مرق الدجاج اللي هي البودر، لو حابين تستغنوا عنها دي اضافه. معايا ملح وفلفل، وده زعتر محوج، ده اضافه. الزعتر المحوج ده اضافه، مرقه الدجاج دي برضو اضافه. هقول لكم بقى الاضافات اللي ممكن تضيفوها. يعني ممكن تحطوا هنا، هنحط اول حاجه البيض وعليه الحليب، واحنا بنقلب هقول لكم الاضافات ايه. معانا نص كوبايه من الحليب، بيضايه، نص كوبايه من الحليب. شايفين بقى مفيش ابسط من كده، مفيش. وهنحط البهارات بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل والزعتر اللي هو المحوج. ممكن تحطوا زعتر عادي. هقول لكم بقى دلوقتي ممكن تحطوا بابريكا، بصل بودر، توم بودر، اي منكهات حابين تحطوها تحطوها مع الفطيره دي. اي بهارات، اي بهارات انتوا بتفضلوها حطوها. انا فضلت ان انا احط الزعتر المحوج ده لان انا بحب طعمه، او الزعتر السوري، ماشي. الاتنين نفس الكلام. واحنا بنقلب كده يعني. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه تحطوا صباعكم حالا بلا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس. دوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. والناس المشتركين اوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك. واحنا بنحط كده شويه من المرقه اللي هي البودر دي، بتدي طعم كده حلو للفطيره. جربوا 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 جربوا، وحطوا اللايك وانتوا بتجربوا برضو. لو سمحتم لو سمحتم حطوا اللايكات. نقلب بقى كده ونحط الدقيق، نص كوباية بس من الدقيق مؤقتا. وهنشوف قوام العجينة او الفطيرة بتاعتنا. لقينا القوام تمام زي ما احنا حابين، تمام التمام. لقينا هنحط محتاجين رشة هنزود. هنا انا هزود معلقة بس لسه مش دلوقتي. هنقلب بقى الدقيق ده كويس جدا، ان هو اول ما بنحطه بيعمل زي تكتلات كده مع ان احنا نضربه كده بالويسك او بالمضرب كده، او بشوكة، اي حاجة يعني. هيبقى تمام التمام. لمينا كده الاجناب كده او الحروف بتاعت البولة بتاعتنا، نلمها كده عشان نبقى بنستفاد بكل الدقيق اللي عندنا. ايوه كده تمام. نقلب بقى تقليب تقليب تقليب. بصوا بقى، هنا ما خليتش ولا فسفوسه من التكتلات. هبدأ دلوقتي احط اللي هو معلقة صغيرة من البيكنج باودر. لو سامعين تصفير او زن بنعتذر لهذا العطل الفني. اهو هحط كده معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ماشي تمام التمام كده. قلب بقى، نقلب بقى البيكنج باودر كويس جدا مع المكونات بتاعتنا، علشان لما المكونات بتمتزج كويس بتطلع الحاجة تمام التمام.
شايفين بقى الحلويات والجماليات. طبعا نقط الصودا دي اللي هي الفلفل الاسود الزعتر. هنا الجبنه الرومي او التركي المبشوره والجبنه الموتزاريلا، انا حطيت نوعين دول. حابين تحطوا اي نوع جبن حطه. الاسود ده كان الفلفل اللي هو الصحيح، اللي هو بيبقى في الجبنه التركي او الجبنه الرومي. ماشي. فانا هنا بحاول اطلعه عشان انا الصراحه بحبه، بس يعني احتياط واجب. نقلب بقى. بصوا كان هنا الجبنه الموتزاريلا فيها تكتلات كده، فكنت بحاول ان انا افكها. طبعا ممكن تحطوا جبنه شيدر، جبنه بارميزان ده لو عندكوا يعني. جبنه ايه تاني؟ الجبنه اللي هي الفلامنك مقطعينها كده قطع. اي نوع اجبان عندكم، اي كميه، مش لازم كوبايه، ممكن اقل ممكن ازيد، كل واحد حسب امكانياته، كل واحد على حسب ما بيفضل او حبه للجبن. هنا انا لقيت العجينه بتاعتي خفيفه سنه كده، رحت حطيت مع حوالي معلقه كبيره. ماشي. طبعا ما تحطوش المعلقه دي عشان كل واحد حسب النوع الدقيق بتاعه. هتشوفوا دلوقتي القوام اللي احنا حابين نوصل له في العجينه بتاعت الفطائر بتاعتنا دي او الفطيره بتاعت الجبنه. طبعا كده قاعدين بالليل وعايزين ناكل كده حاجه صح الصح وتمام التمام، نروح عاملين بقى الفطيره الخطيره دي. واوعى وشك، اوعوا ما تقولوش. بصوا اهي لقيت واحده فلفلايه اخرى فطلعتها كده اهي. هنطلعها نرميها ولا كأن اي شيء حدث معانا. هناخد بقى كل ده هيلا كده على النار الفظيعه والبوتاجاز الافظع ده في طاسه كده سخنه على النار. هنعمل الفطيره. انا هنا طاسه هنحط فيها حته من الزبده، قطعه حته من السمنه، حبه زيت، اي نوع دهون حابين تفضلوا تحطوه. ماشي. هنسيب بقى كده حته الزبده دي تدوب كده على نار هاديه، ولغايه ما انا كنت هنا بقلب العجينه بتاعتي عشان الجبنه بتاعتي الجبنه ما تبقاش في حته وحته، لا، فبقلبها كده تقليبه قبل ما قبل ما احطها في هذا الكلام اللي انتوا شايفينه اللطيف ده. بس بصوا بقى الزبده بتاعتي كده بدات تدوب. الافضل ان احنا نعمل الفطيره دي في طاسه غير لاصقه. ماشي. يعني حاجه ما تكونش بتلزق، يعني عشان نضمن الحاجه بتاعتنا تطلع سليمه او ما تتقطعش مننا. اهو هبدأ دلوقتي اهو. بصوا بالكبشة كده احط واحدة كده، كبشة واحدة هتطلع هي للفطيرة. وطبعا كل واحد حسب حجم الطاسة. عايزين تعملوا فطيرة كبيرة، يعني انا عملت دي 2 صغيرين الحجم اللي انتوا شفتوه. عايزين تعملوا واحدة كبيرة، تمام. هظبطها بقى كده بالمعلقة عشان يبقى كلها ارتفاع واحد. وهنسيبها على نار هادية عشان ما تتلسعش مننا وتتحرق. على نار هادية لغاية ما نحس ان هي بتعمل فقاقيع من على الوش كده. عارفين البانكيك اما بنسيبه كده، او القطايف لما بنيجي نسويها بتعمل فقاقيع كده فوق. اهو احنا هنسيبها كده ونقلبها. لما الاقيها وصلت لكده نقلبها. هنا وانا بقلبها يعني ظبطت الطاسة بتاعتي ومرمطتها شويتين 3. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ ايوه كده بس، ولا احسن من هيك وزيك. بصوا بقى نفخت ازاي وبقت تمام فظيعه. حطوا اللايكات واعملوا الشيرات، اشتركوا لو لسه ما اشتركتش. بصوا طريه وخطيره ومستويه كده وحاجه لوز اللوز. هنعمل واحده تانية برضو اهو. تاني واحده دهنا برضو الطاسه بشويه زبده او زيت او سمنه زي ما قلنا، وهناخد كده مغرفه. دي تاني واحده واخر واحده. طبعا حابين تعملوا كذا واحده بنفس الحجم ضعفوا الكميه، وكل ما هتضعفوا الكميه طبعا هتعملوا الدبل بتاع دول، يعني 2. هتحطوا بيضايه تانية او نص كوب، يعني هو نفس ذات المقادير دي تاني. هتبقى عملت معاكم كمية تحفة. دي تنفعكم برضو في فطار الصبح متحيرين، يعني ليها اوقاتها. كان في كده شوية في البولة فحبيت احطهم بدل ما خسارة ارميهم. وزي ما انا قلت لكم المرقة دي ممكن تستغنوا عنها. الزعتر ده ممكن تستغنوا عنه باي بهارات تانية. بصوا عاملة بقى فقاعات ازاي. هقلبها على الوش التاني. بصوا بقى واو على الاخر.
ايوه كده تمام. تمام، هنا كنت سايباها كده تاخد وش كده معتبر. جبت حتة زبدة، ممكن بعد ما تستوى خالص تاخدوا تدوبوا كده حتة زبدة بحبة زعتر، او حتة زبدة بفص توم كده وشوية زعتر، يعني اي منكهات. مش حابين الخطوة دي براحتكم خالص، وهتطلع تمام التمام بهذا الشكل اللطيف. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، واوعوا تنسوا اللايكات والشيرات، وجربوها هتعجبكم جدا، ومستنية رأيكم، واقول لكم سلام.